لأن اليوم في الدورة الاستثنائية اللي عرفها المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال شهر أبريل 2024 طبعا تم الإثارة ديال النقطة المتعلقة بالشواهد الإدارية الخاصة بتزويد التزود بالماء والكهرباء. هذه النقطة اللي في الدورات الأخيرة هذه تقريبا واحد السنة دائما كتلقى المكان ديالها، لأن فعلا صبحت واحدة من الملفات الشائكة. كنا في واحد الوقت كنتكلموا على مشاكل البنية التحتية، التأهيل الحضري للمدينة، النقل العمومي، النظافة، من باب أننا نعالجوا هذه الملفات. فإذا بنا كنضيفوا إشكالات أخرى بفعل ممارسات غير مفهومة. المراسلة اللي كانت صادرة على ولاية الجهة فيما يخص هذا الأمر كانت واضحة، وأنها دار واحد اللجنة ثلاثية على اساس انها تاكد من المعطيات قبل تسليم هذه الشواهد، مع اختلافنا من حيث الشكل. مع هذه النقطه قلنا تجاوزا، وهذه المرحله هذه فعلا عرفت مجموعه من الممارسات الغير القانونيه في العلاقه مع هذه الوثيقه. قلنا ان خص يكون موضوعيه، يكون تجرد في قراءه المراسله. اليوم وصلنا لواحد الواقع مرير جدا، كنلقاو ملحقات اداريه ما كتجاوب حتى على شي بحث، كنلقاو بعض الملحقات الاداريه اللي كتجاوب بواحد النوع من المزاجيه، يمكن جوج ملفات متشابهه، واحد تجاوب بنعم واحد تجاوب بلا. صبحت الان هذه المراسله اللي جات من اجل انها تحمي هذه الوثيقه وما تخليهاش في يد مجموعه من العابثين. كنلقاو بان كاين فئه اخرى الان ظهرت كتستغل هذه الوثيقه للاسف من اجل ممارسات غير مشروعه غير قانونيه. من المفروض ان الامور ترجع على النصاب ديالها، اما اننا نتجاوزوا هذه المرحله باسرع وقت ممكن وتشتغل هذه اللجنه بموضوعيه بعيدا عن اي ممارسات غير مقبوله، او ان الاختصاص يرجع الى اهله اللي هي الجماعه طنجه، وتولي فعلا الجماعه تمارس الاختصاصات ديالها. وكنا دائما كنقولوا في ممارسه الاختصاصات في العلاقه مع هذه الوثيقه اللي هي الشهاده الاداريه لتزود الماء والكهرباء، اذا ثبت خلل او ممارسه غير قانونيه من طرف شخص او مؤسسه، كاين المحاسبه القضائيه. من المفعول اننا يتم ممارسه الرقابه الاداريه وتتم ممارسه الرقابه القضائيه للضرب بيد من حديد على كل ممارسه مشبوهه وغير قانونيه.